كان إقامة المنتخب الجزائري وصلوا بأمان الله لإقامة ديالتهم في الرباط. مرت ظروف بالروح الرياضية كيستقبلوا الحافلة من بعد ما نزلوا في المطار باش يتجهوا للإقامة ديالتهم. الاتحاد الجزائري لكرة القدم أعلن رسميا عن إعفاء حسام عوار من اللائحة النهائية هذه الترحيب بالمنتخب الجزائري. كما عهدنا من المغاربة فهم الشعب يرحب دائما بالضيوف. هنا كنشاهدوا اللاعبين ديال البعثة تاع المنتخب. بعثة المنتخب الجزائري وصلت لمكان الإقامة ديالها. الوصول كان في أحسن الأحوال ولله الحمد. السلام عليكم إخواني، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نهضروا على المنتخب الجزائري ومع جوج ديال الأخبار جاو في وقت حساس بزاف وقبل انطلاق كأس إفريقيا للأمم 2025 اللي غتنظم عندنا في المغرب. بعثة المنتخب الوطني الجزائري وصلت اليوم لمدينة الرباط وسط متابعة إعلامية كبيرة واستعدادات قبل الدخول الرسمي لأجواء المنافسة الإفريقية. نخليكم مع واحد المقتطف نشوفوا وصول اللاعبين ديال المنتخب الجزائري والبعثة الجزائرية. هنا وصول الحافلة لمكان إقامة المنتخب الجزائري. فمباشرة بعد وصول المطار كانت الحافلة في الانتظار ديالهم. وصلوا بأمان الله لإقامة ديالتهم في الرباط. فالشعب المغربي شعب مضياف استضاف الأشقاء الجزائريين وكان استقبال على أحسن الأحوال. مر في ظروف بالروح الرياضية. بعثة المنتخب الجزائري وصلت لمكان الإقامة ديالها في أحسن الظروف في أحسن الأحوال. مرحب بهم، أهازيج، موسيقى شعبية مغربية أصيلة. فالوصول كان منظم، اللاعبين باين عليهم التركيز. الوصول كان في أحسن الأحوال ولله الحمد. فكيف ما شفتوا اللاعبين وصلوا، الطاقم التقني وصل، والأنظار كلها متجهة دابا كيفاش غادي يكون الدخول ديال الخضر في هذا الكان. ولكن قبل ما يوصلوا جا واحد الخبر صادم اللي قلب الحسابات ديال المدرب المنتخب الجزائري. الاتحاد الجزائري لكرة القدم أعلن رسميا عن إعفاء حسام عوار من اللائحة النهائية بسبب إصابة عضلية تعرض لها في آخر حصة تدريبية قبل السفر للمغرب. الفحوصات الطبية أكدت باللي اللاعب ما قدرش يكمل التحضيرات، والطاقم الطبي نصح بإبعاده نهائيا على المنافسة. وفي المقابل المدرب فلاديمير بيتكوفيتش اضطر يستدعي جماد عبدلي في آخر لحظة باش يعوض الغياب ديال عوار قبل ما تبدا هذه المنافسة القارية. يعني بعثة واصلة للرباط، أجواء البطولة حاضرة ولكن بتشكيلة ناقصة ولاعب أساسي خارج الحسابات. وهنا غيبدا السؤال الحقيقي، واش هاد التغيير غيمر بسلام عادي ولا راه غيكون واحد الضربة موجعة غادي يبان الآثار ديالها مع أول ماتش؟ واش المنتخب الجزائري غيقدر يخلي هاد الأخبار موراه ولا غياب عوار مازال غيأثر نفسيا؟ وكيفاش غادي يكون أول ظهور رسمي في هذا الكأس؟ فمن هاد اللحظة، من لحظة الوصول للمغرب، كتبان باللي المنافسة بدات قبل صافرة البداية. فالمغرب كبلد منظم وفر واحد الظروف مزيانة، استقبال كان احترافي، أجواء كروية اللي كتحمس أي لاعب. ولكن البطولة ما كتلعبش بالاستقبال، كتلعب فوق العجب وكتحسم في التفاصيل الصغيرة. أولا، شنو كيمثل حسام عوار في المنتخب؟ حسام عوار ماشي غير لاعب وسط والسلام، راه لاعب تيخلق التوازن، كيخرج بالكرة،
كيعطي حلول بين الخطوط وكيخفف الضغط على الدفاع. الغياب ديالو غادي يعني ان المنتخب غادا تكون عنده نقص في التجربه، نقص في التحكم في النسق، ونقص في الحلول الهجوميه من العمق، خصوصا في بطوله بحال كأس افريقيا. هنا فين التفاصيل الصغيره كدير الفرق بين الرباح وبين الخساره. حاجه اخرى، عبد اللي واش هو كان تعويض او لا ترقيع؟ جماد عبد اللي لاعب محترم، ما نقدر نقول في هذا اللاعب حتى شي حاجه، نقدرش نقول راه ضعيف ولا، ولكن خصنا نكونوا واضحين، عبد اللي ماشي هو عوار. الفرق بيناتهم، عوار لاعب مجرب في مستوى عالي، عبد اللي مازال كيبحث على الاستمراريه. عوار لاعب جاهز ذهنيا للمواعيد الكبيره. يعني المدرب بيتكوفيتش دابا ما دارش اختيار مثالي، دار اختيار اضطراري. وهنا كيبان الفرق بين منتخب داخل البطوله هو كامل ومنتخب داخل هو كيعالج في الاعصاب ديالو. فالجانب النفسي جانب مهم، والتاثير النفسي على المجموعه ممكن يغير بزاف ديال الامور. فالاصابات قبل البطوله كتضرب المعنويات ديال اللاعبين، خصوصا ملي كتكون اصابه ديال لاعب اساسي. اللاعبين كيبداو يتساءلوا شكون الدور الجاي، واش المجموعه كامله، واش الحظ معانا ولا ضدنا. هاد الاسئله كتدخل لراس اي لاعب وكتاثر حتى على التركيز، خصوصا وان البطوله غادا تلعب في المغرب وسط واحد الضغط جماهيري كبير ومنافسه قويه من منتخبات باغيه اللقب حتى هي. وهنا كاين واحد السؤال مهم، واش الجزائر مازال مرشحه؟ اكيد الجزائر مازال منتخب قوي، عندها اسماء بارزه، عندهم تاريخ كبير، عندهم طموحات، ولكن هاد الضربه خلات الكفه شويه تميل، وخاصه ضد منتخبات داخله كامله بلا اصابات وبتحضير اللي هادئ، واحد الكاس افريقي اللي شديده وصعيبه وقويه. هاد البطوله ما كتربحش على الورق، انما تيربحها الفريق الاقوى. الفريق اللي غادي يربح هو الفريق اللي منظم اكثر واللي تيرتكب اقل اخطاء. واي خلل في البدايه غادي يكلف بزاف. في النهايه، اعفاء حسام عوار قبل الوصول للرباط ماشي خبر بسيط، راه مؤشر على صعوبه البدايه للمنتخب الجزائري. عبد اللي غادي يعطي اللي عليه، ولكن السؤال واش الوقت كافي، واش الانسجام غادي يكون، واش المدرب غادي يبدل التكتيك ديالو. الايام الاولى من البطوله غادي تجاوبنا. وقولوا لي نتوما عافاكم في التعاليق، واش كتشوفوا الجزائر قادره تجاوز هاد الضربه، او لا الاصابات غادي تاثر عليها في المشوار ديال كان 2025. الى عجبتكم هاد الحلقه خليو لينا عافاكم واحد لايك، ديروا سبسكرايب للقناه، وخليوا رايكم حيت الراي ديالكم كيهمني بزاف. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، وتحياتي لكم اصدقائي.